النهاردة حابة إني أكمل سلسلة الرد على الأستاذ هشام المصري في اعتراضاته على وجود الله. والحجة اللي هيتكلم فيها هو النهاردة أو اللي أنا هستخدمها النهاردة هي حجة الصنع. خلينا نشوف هو هيقول ايه. لكن قبل ما نخليه يبدأ يتكلم، عايزة اديكوا خلفية عن حجة الصنع. حجة الصنع ببساطة شديدة أو هي اللي احنا بنقول عليها ال argument for design أو اللفظ التكنيكي الأكتر هو teleological argument. وكلمة teleological جاية من telos، هي في الأصل معناها إن حاجة مصنعة لهدف أو لغرض ما، و... ودي اللي جه منها ال argument from design. في الحقيقة أول نوع من الحجج لوجود الله اللي ظهرت هي كانت حجة الصنع، واللي بدأها بليتو وأرسطو في كتاباتهم، وكانوا من مجرد تأملاتهم البسيطة في النظم السماء والنجوم والحركة بتاعتهم اللي ماشية بطريقة ممكن الإنسان يتنبأ بيها، خلتهم يفكروا ان لازم يكون في حاجة خارج الكون دوت بتنظم الكون وبتضمن ان كل حاجة هي بالنظام اللي هي ماشية فيه. بعد كده الحجة دي تطورت بناء على الأدلة العلمية اللي جات لنا. في نوعين من حجة الصنع. في واحدة بيسموها زي cosmic fine tuning وهو هيتكلم فيها بعدين. الفاين تيونينج هو الضبط اللي شايفينه في الكون اللي معمول بطريقة محددة جدا جدا بأرقام تكاد تكون صعب ان الواحد يتخيلها، اللي فيها اتظبط الكون بحيث انه يسمح بوجود حياة. ولما بنتكلموا بسماح وجود حياة مش بيكلموا مثلا ان كان ممكن في ارقام مختلفة تتحط في بداية الكون فمثلا يطلع كائنات مختلفة غير البشر، مثلا كائنات خضراء بشوية اريال طالعة او حاجة زي كده. لا، هما لما بيقولوا ضبط الكون للسماح بوجود الحياة هما بيتكلموا على اي نوع حياة ممكن يحصل. في الحقيقة مفيش أي اختلاف ما بين العلماء عن الحقيقة إن في نوع من الفاين تيونينج أو الضبط الدقيق في تكوين الكون من بداياته لمجرد إن هو بس يسمح بوجود حياة. الفكرة إن احنا نبتدي نشرح ازاي الضبط الدقيق ده، هل هو ينفع يتشرح بالصدفة أو ممكن بالحاجة لازمة أو متضمنة في الكون وقوانينه، او ان هي حاجة او ان هو ديزاين دي جاي من كائن اكبر مننا، الخالق اللي هو عنده نوع من الذكاء وقوة ان هو يخلق كون زي كده. النص التاني هو بيبص على الحياة نفسها، سواء كان بداية الحياة او التكوين الحياة باشكالها المختلفة. فدي اللي بيبقى بيعتمد فيها على علم الأحياء، وهنا نظرية التطور اللي بتخش منافس لنظرية الانتليجنت ديزاين، أو إن في ذكاء وراء الصنع اللي احنا شايفينه. شايفين حاجة كأنها مصنعة، لكن هل هي فعلا مصنعة من خالق ذكي ولا هي جاية نتيجة الفرصة وحاجة عشوائية؟ دي خلفية ببساطة شديدة عن حجة الصنع. طبعا الناس اللي بتستخدم حجة الصنع بتقول ان الأدلة بتشاور على ان اللي احنا شايفينه سواء كان من الضبط الدقيق اللي في الكون من بداياته، او في تفسير كيف بدأت الحياة من اول خلية، او في تفسير التعقيد اللي احنا بنشوفه في انواع الحياة المختلفة اللي موجودة حوالينا بما فيهم الإنسان. بيشوفوا ان لا في حاجة لازمة في القوانين الطبيعية انها تشرح الحاجات ديت، ولا ان الصدفة البحتة بتشرح الحاجات ديت. وبالتالي هم بيقولوا ان اكتر شرح مناسب للأدلة اللي حوالينا هو ان في صانع وراء كل الحاجات ديت. زي ما قلت لكم ده باختصار طريقة حجة الصنع. خلينا نشوف هو هشام المصري فعلا فاهم الحجة دي طريقة صحيحة وايه اعتراضاته، ونشوف اذا كنا نقدر نرد على بعض منها. فأنا دلوقتي بالشاشة. فاين تيونينج تمام، بس خلينا بس نتكلم في الحته الاولانيه دي. الحجه دي بتكلمك ازاي؟ قلت لك هل ان يكون كل هذا
موجود بدون صانع. يعني انت لما تيجي تنظر مثلا للحيوانات والدقه بتاعتها، الدقه في التصميم في الجسد، وانا مش عارف ايه الدقه في التصميم. انا شايف ان تصميمي مثلا كانسان في منتهى الغباء. ليه؟ بدليل ان هو منتهى، بيقول لك وقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لا، مش صح الكلام ده. انت فيك غلطه، انت فيك بج زي السوفت وير كده بنت حرام. ليه؟ ايه؟ انت عندك فتحه واحده اللي هي بقك دي، بتاكل وبتشرب وبتتنفس وبتتكلم منها. ده تصميم في منتهى الغباء. وملايين الاشخاص بيموتوا سنويا بسبب ان في حاجه سدت الايه، القناه التنفسيه بتاعتك. تمام. اللي جات له زغطه، اللي وقفت حاجه في زوره. صح ولا مش صح؟ انا كنت هموت مره وقفت بتاع، مش عارف لقمه القاضي ولا بلح الشام، وقفت ايه كان وقعدت خلاص كنت ابوظ. والناس ملايين بيموتوا كل سنه بسبب ان في حاجه بتقف في زوره. صح ولا مش صح؟ يا اخي كان يعمل لك فتحه يعني هو اللي لو في واحد فعلا بيصممك وبيفهم، تمام، كان خلى لك بقك ده الاكل والشرب، وعمل لك فتحه تنفس مثلا هنا تحت دقنك كده. تمام. صح ولا؟ عشان ما فيش حاجه تقف فيها بقى، ولا في اكل ولا شرب ولا بتاع ولا لسان. ما انت احيانا لسانك، ما انت احيانا مش بيقول لك فلان بلع لسانه، وهو مش بيبقى بلع لسانه فعلا. اللي حصل له ايه؟ انت عارف انت لما بيغمى عليك، بيجي لك اغماء يعني، فاعصابك كلها بتسيب، فلسانك ايه بيسقط. القاعده بتاعت اللسان بتسقط، بتقفل الحته اللي بيعدي منها الاول. تمام. فتصميم الانسان ده عايز حلقه كامله يعني. تصميم الانسان مليء بالمشاكل يعني. انت واخد بالك؟ فالمهم يعني هم بيقول لك ايه؟ يعني تصميم الانسان ده والحيوانات طيب خلينا نشوف موضوع تصميم الإنسان ده. هو أول اعتراض ليه هو إن التصميم الإنسان فيه مشاكل. بس أي حد في الهندسة هيقولك إن مفيش حاجة اسمها perfect design. هو هنا مش بيتكلم على intelligent design، هو بيتكلم على، أو مش الديزاين او التصميم اللي جاي من شخص ذكي، لكن هو بيتكلم على بيرفكت ديزاين. هو طريقة تفكيره ايه؟ لو الديزاين اللي قدامي مش بيرفكت بالطريقة اللي انا متخيلها ان هو المفروض يكون فيها، اذا لا يمكن ان يكون ان الشخص دوت او التصميم دوت جاي من مهندس او شخص ذكي او عاقل وراه. دي أول نوع فيها، يعني حتى طريقة التفكير دي فيها نوع من المغالطة. وهي بيقول، يعني هقولها بالإنجليزي بعد كده هفسرها. بيقول if A is true then B is true, B is true then A is true. في مغالطة هنا. هي الحجة دي بتقول ايه؟ لو A صح B يبقى صح، بس B صح يبقى A صح. يعني هو عكس، وده مش بالضرورة الحقيقي. فمعنى مش معنى اني مش معنى ان انا شايف حاجة، يعني هو بيقول ايه؟ لو في حاجة جت بدون تصميم او حاجة جت بطريقة عشوائية، اذا لازم تكون التصميم بتاعها ضعيف او يعني فيه اخطاء. ففي الحالة ديت مثلا طريقة الميكانيزم اللي في البلع والتنفس في الانسان معمول بطريقة ضعيفة، فالاستنتاج بتاعه اذا اتعمل بطريقة عشوائية. وهو في الطريقة هو عكس ال- الافتراضية. يعني هو الفرضية بتاعته كانت المفروض بتبدأ بتقول ان لو حاجة معمولة من غير تصميم او بدون، يعني معمولة بطريقة عشوائية، تصميمها هيبقى سيء. ان تصميمها سيء اذا هي معمولة بطريقة عشوائية. فهو هنا عكس يعني الحجة بتاعته. فهنا في مغالطة منها فيها، بس خلينا نمشي نعديها يعني ونمشي معاه. زي ما قلت، مش معنى اني ان التصميم مش بيرفكت ان معناها ان يكونش فيه صانع وراه. ليه؟ لان اي مهندس عارف ان في التصميم بحسب الغرض بتاعي. يعني مثلا ايه؟ ممكن اقول الانسان ما عندوش جناح، يبقى ده تصميم سيء عشان الانسان ما بيعرفش يطير، او الانسان ما بيعرفش يتنفس تحت الماء، يبقى ده تصميم سيء. لا طبعا. هو الفكره ان انا عندي غايه او غرض معين، فبصنع الحاجه للغرض المعين. فلما اجي اقيس الحاجه للغرض المعين، بقيس تصميمها اذا كان كويس او وحش بناء على الغرض اللي انا عايز ابني ليه. فلما هو يقول ان موضوع ان في البلع والتنفس جايين في حته فيهم مشتركه، فبتعرض الانسان مثلا إنه يشنق اكتر او بتزود الفرصه ديت.
هو لو عمل زي ما هو بيقول فتحة هنا بدل فتحة مش هيعرف يتكلم، بدليل ان احنا لما نيجي نلاقي الناس اللي لأي سبب من الأسباب بيضطروا يعملوا فتحة هنا للتنفس، لازم يسدوا الفتحة دي عشان يتكلموا، والفتحة ديت معرضة ان هي حاجات تخش فيها ولازم ينضفها ولازم يعملها وممكن دخل منها أمراض وحاجات كتير ممكن تتسد فيها 100,000 حاجة. يعني مش معنى إن عملت فتحة هنا إني كده عملت أنقذته من إن هو يشنق. دي حاجة. يبقى هو هنا عمل إيه؟ عمل استبدال، تريد أوف بيسموها في الديزاين. تريد أوف معناها إيه؟ إن أنا بزود ريسك لحاجة معينة في سبيل إني أحقق هدف تاني. إيه الهدف تاني؟ ان انا بسمح للكائن دوت انه يعرف يتكلم ويبقى عنده طريقة تواصل وكوميونيكيشن. ولان هو لازم يعرف يتكلم لازم يكون في هواء ولازم يكون في احبال صوتية، والهواء ده لازم يبقى طالع، بس انا محتاج بق ولسان في نفس الوقت علشان خاطر ان انا اعرف اتكلم واعمل اصوات بطريقة مختلفة فاقدر اكون لغة. فلو الصانع هدفه انه يعمل شخص او يعمل كائن يقدر يعمل الحاجات دي كلها بسيستم very compact، يعني very يعني it's يعني معمول بطريقة بحيث ان انا مش عامل وش مكون من 100,000 سيستم، عشان سيستم التنفس سيستم الكلام وسيستم عشان يضم التنفس على الكلام علشان خاطر يعرف يطلع صوت. لا، هو عمله very compact very efficient يكفي الاتنين. وهو عامله شايف ان في ريسك زي ما هو بيقول في نسبة خطورة ان الحاجة دي ممكن مثلا تؤدي الى ان حاجة راح عمل ايه؟ نوع من الحماية. ايه بقى الحماية اللي هو ما قالهاش اللي محطوطة في الجسم الإنسان إن هو يتعامل؟ أنا لازم بس أوريكم، مش عارفة تشوفوها ولا لأ، بس أنا ممكن أحط صورة ليها بعد كده في، هي مش باينة قوي أعتقد. بس هو البلع في الإنسان والتنفس في كمية أعصاب وكمية عضلات المشترك بتتعامل مع بعضها بطريقة متناسقة جدا. يعني متاخدش ثواني، كلنا عارفين احنا ما بنبلع في أقل من ثواني. في نفس اللحظة اللي الثواني اللي احنا بنحكي فيها دي احنا بنحكي على اكتر من عشرات العضلات اللي بتشتغل في نفس الوقت، واكتر من 10 اعصاب بيدخلوا في عضلات الوش والبلع المختلفة علشان خاطر نتحكم فيها. خلينا نقول انا على فكرة بشتغل برضو شوية، شغلي كان فيه شوية تبع الناس اللي بيبقى عندها صعوبة في البلع نتيجة الامراض. ودي حاجة تانية لازم نعملها، اني في الطبيعي لو السيستم شغال بطريقة كويسة مش هيحصل مشكلة الناس اللي بتتخنق وهي بتاكل. لو انت مش بتابيوز السيستم، يعني مثلا مش سكران مثلا، ولا عمال تاكل وانت بتتكلم، او بتحشي بقك كتير وانت عمال تتكلم. لكن في الطبيعي السيستم معمول بطريقة بحيث انه يحميك من ان يحصل حاجة زي كده. امتى بقى بنبتدي تشوف الضعف الحاجات ديت؟ زي لما بتشوف ان في امراض في الاعصاب زي مثلا الزهايمر لما بيجي بالذات في الحالات المتاخره منه، او في الامراض اللي هي زي اللاس، امراض اللي هي بيبقى فيها نوع من تدمير في الاعصاب، لان الاعصاب هي اللي بتتحكم وهي اللي بتنظم زي المايسترو حركه البلع. فلو في اي نوع من الأمراض في الحتة ديت بتعمل مشاكل، لأن خلاص ما السيستم بقى فيه عيب. وده مش معناه برضو ان هو مش ديزاين. ده اي كمبيوتر لو في حاجة باظت فيه حتى لو كان معمول بطريقة كويسة في الأول، ده مش معناه ان ما فيهوش ديزاين، معناه ان كان في ديزاين كويس بس لسبب ما حصل في الديزاين مشكلة، عيب او عطل. لان احنا مش مخلوق، احنا مهما كان احنا كائنات محدودة قابلين للمرض وللعجز وكل الكلام دوت. ومع مرور الزمن في حاجات فينا مش بتشتغل بطريقة كويسة. فايه اللي بيحصل بقى اثناء البلع؟ احنا النظام النفس بتاعنا شغال طول الوقت الا في حالة واحدة بس، اول لما نبتدي نقفل نفسنا عشان خاطر الاكل ينزل. لكن في الحقيقة ان لو تخيلنا الانبوب اللي قدامي ده اللي هو بتاع النفس واللي ورا هو بتاع الاكل، اول لما بيبتدي الاكل يعدي عند اخر اللسان من ورا في سيجنالز تتبعت للاعصاب اللي بيحصل سلسله من الحركات المتواصله. اول حاجه ان من فوق في حاجه بتطلع زي جزء بيسموه السوفت باليت بيطلع وبيسد الحته اللي ما بين المناخير والزور عشان الاكل ما يطلعش من المناخير. دي اول حاجه. تاني حاجه ان لو احنا حطيت ايدك هنا وانت بتبلع هتلاقي ان اللي احنا بنسميه تفاحه ادم بتطلع لفوق،
وهي لما بتطلع لفوق هي في الحقيقة بتساعد ان هو العضلات بتاعة القصبة الهوائية بتبتدي تقفل شوية، وفي نفس الوقت في حاجة زي عاملة زي اللسان بتروح نازلة وقافلة لما ده يطلع لفوق، ده تروح قافلة على الأنبوبة بتاعة القصبة الهوائية، فالأكل لما يجي يعدي تعمل زي المحور بتاع القطر، فلما القطر يجي يعدي او الاكل يجي يعدي ما بيخشش في القصبة الهوائية، بيطلع يتزحلق على طول من هنا ويطلع على الانبوبة اللي ورا اللي هي بتاعة الاكل. الحركات دي كلها بتعمل حاجة تاني، بتفتح الفتحة اللي بتدخل من الاكل من الانبوبة اللي بتوصل للمعدة، في زي فتحة ممسوكة بعضلات، العضلة دي مقفولة اللي في حالة البلع تروح فاتحة، فده بيساعد ان الاكل ينزل وبالتالي تقفل بعدها فمفيش حاجة تطلع تاني عن القصبة الهوائية. فالسيستم معمول ان لو كل حاجة شغالة كويس فيه، ان مش مفروض ان احنا نقلق ان يكون في مشكلة في البلع بطريقة آمنة. بس انت لو فكرت في حاجة كمان هو ما قالهاش، اني عشان اجمع واركب سيستم من حتت معقدة في كائن واحد واجيبهم في نفس الحتة مع بعض، ده اكشلي دليل على ان في صانع. خليني افسرها لكم بطريقة تاني. تخيل معايا كده مصيدة الفار. بحسب نظرية التطور انت عشان يبقى عندك المصيدة دي شغالة لازم في نفس الجيل، في نفس ويحصل تزاوج ما بين الكائن اللي ينفع اللي يكون عنده كل الأجزاء المختلفة، بحيث ان ما يعملوا أولاد، الأولاد دي تاخد الصفات الجديدة اللي من الأب والأم وهما الاثنين في نفس الوقت في نفس الجيل، وتتجمع بالصدفة في نفس الطفل عشان خاطر يطلع. فده معناها ايه؟ انك انت عندك زي تخيل معايا زي مصيدة الفار. مصيدة الفار مكونة من أجزاء، الأجزاء دي كل واحد منهم ما ينفعش يبقى حاجة راندم جايبها من الشارع، يعني لازم تكون ديزاين بطريقة معينة عشان تيجي بتتركبها تركب مع بعض، ولازم تركب كل الأجزاء دي في نفس الوحدة بتاعة المصيدة. فما ينفعش في مصيدة تجيب جزء رقم 2 مع جزء رقم 3 من غير جزء رقم 1، يعني محتاج مثلا لو فيها عبارة عن 4 أجزاء محتاج الأربع أجزاء يكونوا بنفس الشكل بنفس التصميم في نفس الوقت متجمعين مع بعض. وده اللي احنا بنشوفه هنا، انت عندك كذا سيستم شغال في نفس الوقت، عندك عضلات اللي بتتحكم في الوش وعضلات اللي بتتحكم هنا، عندك على الاقل 10 اعصاب من الاعصاب الاساسيه في جسم الانسان بتخش في الجزء ده بس، وان لازم السيستم دوت يكون متكون كله في نفس الوقت في نفس كذا سيستم مع بعض، لانك انت عندك سيستم التنفس، سيستم البق، سيستم البلع، فعندك كذا سيستم كبير كل واحد منهم معقد في ذاته، وتجيبهم وتجمعهم في نفس الوقت في نفس اللحظة في نفس الكائن علشان خاطر تبتدي تطلع كائن زي الإنسان. فده معناه ايه؟ ان صعب خالص انك تقول ان في واحد ممكن حاجة من دول تيجي لوحدها بالصدفة، لكن عشان تجمع الثلاث حاجات بالصدفة وفي نفس الوقت في نفس الجيل، لان هو لو ما اتعملتش في نفس الجيل خلاص الكائن دوت هيموت، مش هيعدي الجينات بتاعته، او لو عدى الجينات بتاعته من غير الكائن اللي معاه الاجزاء الاخرى انتهى، مش هيعمل السيستم ده كله مع بعض. خلينا نكمل ونشوف ايه تاني. الكواكب دي وكل الكلام ده معقول يكون بدون صانع؟ تمام. والحجه دي بتدخل على اغلب الناس وهي سبب ايمان اغلب الناس. ليه بقى؟ لان ده الظاهر للعيان، يعني ده الظاهر. لكن لما تيجي تتعلم وتقرا بقى في كتابين شديد الاهميه يا جماعه، شديد الاهميه. كتاب ذا بلايند ووتش ميكر، تمام، صانع الساعات الاعمى، بتاع ريتشارد دوكنز، بروفيسور ريتشارد دوكنز، رهيب. الكتاب ده رهيب. وكتاب تاني ده ماست برضو، اللي هو ايه، كن من لا شيء، بتاع لورنس كراوس. اشرح لك بقى ازاي ان في حاجه اسمها ماتر وانتي ماتر، ان الانتي ماتر دي والماتر لما يكون نسبتهم متساويه ما بيبقاش في شيء، لكن لو اختل التوازن ما بينهم الانتي ماتر بتقل من الماتر بتبتدي تتكون الايه. بس احنا نسينا نشرح الماتر دي والانتي ماتر جم منين. هو اعتبر ان ما دام في ماتر وانتي ماتر يبقى ده لا شيء، لكن الماتر دي شيء والانتي ماتر دي شيء، جم منين؟ معلش احنا هنعدي يعني نكمل نشوف اذا كنا هنلاقي حاجة رهيبة ما سمعناها. الاشياء، فهمت؟ طيب يعني لما تقراه ما ينقلوا مخك نقله لمكان تاني.
والاثنين ولا بيتكلموا في اسلام ولا في مسيحيه ولا في اي حاجه من الحاجات دي، الاثنين بيتكلموا في جزئيه ان كيف ممكن ان ياتي هذا الكون من لا شيء. تصحيح بسيط، دوكنز ما بيتكلمش الكون ده بيأتي من لا شيء ازاي، لان هو اساسا بيعترف ان هو مجرد اخصائي في الاحياء ملوش علاقة بالكوزمولوجي او الاستروفيزيكس. هو بيعتبرها ان هي لازم تسمعه مع بيرس مورجان وهو بيتكلم. هيعترف حتى بنفسه في تسجيل ليه مع بيرس مورجان قريب ان هو مش قادر يفهم الكون ده ممكن يجي ازاي، والضبط الدقيق بتاع الكون بيجي ازاي. فهو ولا الموضوع دوت واداه للناس بتوع الفيزياء، وانا ما اقدرش اعلق عليه، لكن اقدر اعدد اصناف اشكال الحياة ايا كان. كيف تاتي هذه الحيوانات من لا شيء؟ تمام. وده خطأ آخر. دوكنز ما بيعرفش الحياة بدأت منين. هو بالنسبة له إن دي حاجة لازم لسه العلم بيكتشفها. مفيش حد قدر إن هو يقدم صريحة واضحة بإن الحياة بدأت إزاي. وفي واحد لذيذ خالص في الموضوع دوت مشهور اسمه دكتور جيمس تور، وهو أخصائي في الكيمياء العضوية، وهو من هو نفسه أكتر الناس اللي فاهمين في الأبحاث بتاعت بداية الخلايا البدائية، وهو بيقدر يشرح بتفصيل علمي دقيق للي هو نفسه يعرف في الموضوع ده أكتر بطريقة علمية، ازاي ان مفيش أي نظرية من قريب أو بعيد بتشرح أصل الحياة. ودوكنز ما بيتكلمش فيها. دوكنز بيركز في حاجة بسيطة خالص، وهو تعدد الحياة، تعدد أشكال وصور الحياة المختلفة وتعقيدها اللي احنا شايفينه بالطريقة اللي احنا شايفينها حوالينا جت ازاي. واذا كان في، لان نظرية التطور في نفسها ما بتقولش انا بشرح للحياة بدأت منين. داروين نفسه قال انا كتاب داروين ما شرحش الحياة بدأت منين. هو بيفترض وجود خلية او عدد من الخلايا الأولية، ويبدأ بافتراض ان الخلايا دي اوريدي موجودة، وبيحاول يشرح من الخلايا الأولية ديت سواء كانت واحدة أو أكتر من واحدة عشان يشرح بيها أصناف الحياة المختلفة، إزاي بدأت الطبيعة تأثر عليها بحيث إنها تكون أنواع الحياة المختلفة اللي احنا شايفينها. فلازم نكون دقيقين واحنا بنمثل الناس وإيه اللي شرحوه أو اللي حاولوا إن هم يشرحوه في كتبهم. خلينا نكمل ونشوف إيه تاني. وبعدين في رد بقى. بص، انت لو عايز تلجم، انت كشخص يعني ملحد عايز تلجم اي حد بيستدل بالحجه دي، ترد عليه الرد اللي انا بقوله لك ده، مش هيعرف يفتح بقه، هيسكت، مش هيحط منطق. اللي هو ايه؟ انت دلوقتي الحجه دي تقدر تسميها حجه التعقيد. انت بتقول عشان الكائنات معقده التكوين ويكون معقد التكوين يبقى لازم ليه صانع، صح يا عم؟ مش هم بيقولوا كده؟ طب انا همشي معاك لغايه الاخر على طول المسطره. انا ماشي. متفق معاك، صح، التعقيد ده اللي في الكون وفي الانسان وفي الحيوان ده ماشي، لازم له صانع. طيب ايهما اعقد؟ الله في التكوين، الله ام مخلوقاته؟ الله طبعا. اذا كان المخلوقات المصنوعه بتاعته بهذا التعقيد يبقى الله اشد تعقيدا في التكوين منهم، صح ولا مش صح؟ يبقى بلا جدال الله اشد تعقيدا في تكوينه من مخلوقاته. طيب فاذا كان الاقل تعقيدا يحتاج صانع، فمن باب اولى الاكثر تعقيدا يحتاج صانع، صح ولا مش صح؟ تاني، انت بتعتمد في حجه الصنع اللي هي الديزاين ارجيومنت دي على ان تعقيد الكون وتعقيد تكوين الانسان وتعقيد تكوين كل حاجه، وان التعقيد ده لازم يبقى ليه صانع. همشي معاك على طول خط، مش هقول لك لا، مع ان انا ممكن اقول لك لا واقول لك بقى اقرا زي ما انا قلت لك، اقرا كون من لا شيء لورانس كراوس وصنع الساعات الاعمى ريتشارد دوكنز. لكن لا، انا مش هقول لك، اقول لك كلامك صح صح، الحاجات المعقده دي لازم لها ايه؟ صانع. طب هل تتفق معايا يا صديقي المؤمن ان الله لازم يكون اشد تعقيد من مخلوقاته؟ صح، منطقيا. يعني انا اشد تعقيد في تكويني ولا الميكروفون ده؟ انا، لان انا اللي عامل الميكروفون، يبقى انا لازم اشد تعقيدا منه، صح؟ فالله دائما يجب ان يكون اشد تعقيدا في تكوينه منين؟ من مخلوقاته، صح ولا مش صح؟ يبقى الله يبقى من باب اولى اذا كان المخلوقات اللي هي اقل تعقيدا بتحتاج صانع،
يبقى الله الاشد تعقيدا محتاج صانع برضه. بتاعه ده تكون ازاي؟ اشرحوا لنا بقى، قولوا لنا التعقيد بتاع الله ده تكون ازاي؟ كان المعقد ده اللي هو صانع الكون ده كله بتريليونات المجرات والكواكب والنجوم والاجرام والكلام ده كله. وممكن يكون في حيوات تانية في كواكب تانية في مجرات تانية ما يعرفش عنها حاجه. تمام؟ لا، الكمبيوتر مش اشد تعقيدا من الانسان. بدليل يعني قارن انسان كده متمكن في حاجه مقابل للاي اي اللي هو ارتفيشال انتليجنس. قارنه كده باللي بيقدر يعمله الانسان، مش هيعرف. في حاجات كتير مش هيعرفها. صح ولا مش صح؟ حسب. فالله اكيد شديد التعقيد من هذا الكون الضخم. مين بقى الصانع بهذا التعقيد؟ يصمته هنا، حطوا ما حطوش منطق، ما فيش حد فيهم بيفتح بقه. طيب، هل المفروض ان انا اصمت؟ اوكي. لا هو لا هو ليها رد. الموضوع مش بيسكت بالطريقة الرهيبة اللي هشام مصري عايزنا نتخيلها. في الحقيقة هو اعتراضه هو جاي بالظبط من كتاب دوكنز The God Delusion. خلينا نشوف دوكنز كتبها ازاي، و آم، بالمرة يبقى الرد اللي على دوكنز هينفع برضو الرد على هشام مصري، ان هما نفس الاعتراض. فدوكنز بيقول ان النقطة التانية دي هي كانت الحجة المحورية في كتابه اللي اسمه The God Delusion، او يعني الهلوسة بتاعت الله، يعني او الفكرة الخداع، ان احنا مخدوعين في فكرة الله يعني. فأول نقطة هو بيقولها ايه؟ هقراها بالانجلش وبعد كده اترجم. One of the greatest challenges to the human intellect has been to explain how the complex, improbable appearance of design in the universe arises. يعني بيقول واحدة من أكبر أشد التحديات للذكاء البشري كانت ازاي نشرح فكرة الحياة المعقدة أو التصميم المعقد، واللي هو ما يعني صعب إن احنا نقبله بس من فكرة العشوائية يعني. النقطة الثانية، the natural temptation is to attribute the appearance of design to actual design itself. يعني هو بيقول ان الطبيعي ان احنا نبقى ميالين ان احنا نختار ان فعلا يكون في تصميم بناء على مجرد ان احنا شايفين شكل ان في تصميم. النقطة الثالثة، بس بيقول ايه the temptation is a false one because the designer hypothesis immediately raises the larger problem of who designed the designer. فهو بيقول ان الميل دوت ميل خاطئ. ليه؟ لان فكرة ان يكون في مصمم دي بتاع طول، وهي ان المشكلة دي اكبر بكتير، وهو مين اللي صمم المصمم. النقطة الرابعة the most ingenious and powerful explanation is Darwinian evolution by natural selection. فهو بيقول ان الحل الابسط والاقوى بكتير، الاذكى والاقوى بكتير، هو ان احنا نستخدم نظرية التطور بتاعة داروين، ان الحياة جت من خلال التطور، او التعددية ديت، او التصميم دوت جاي من التطور. احنا we don't have an equivalent explanation for physics. هنا ده اللي انا قلته لكم قبل كده. داكنز بيقول احنا ما عندناش تفسير بنفس الطريقة في التطور في الحياة العضوية فيما يختص بتكوين الكون. لحد دلوقتي يعني هو بالنسبة له التطور يشرح التصميم، شكل التصميم اللي باين في الحياة، لكن لحد دلوقتي الفيزياء ما عندهاش شرح يشرح التصميم الدقيق أو الضبط الدقيق في الكون. لكن هو بيقول يعني بيدينا أمل في الآخر we shouldn't give up the hope of better explanation arising in physics something as powerful as Darwinism in biology as Darwinism is for biology. يعني هو بيقول لكن مع ذلك مش مفروض نفقد الأمل ان في المستقبل ممكن يجي نظرية في العلم الفيزياء اللي تشرح بيها الضبط الدقيق اللي بنشوفه في الكون، زي ما نظرية التطور بتاعة داروين عملت في الأحياء.
النقطة اللي هركز عليها هنا اللي هي متشابهة في الاعتراض بتاع الأخ هشام مع اعتراض دوكنز، هي النقطة اللي تالتة اللي هي بتقول ان الميل بتاع ان احنا نشرح شكل التصميم اللي شايفينه في الطبيعة اللي حوالينا لمصمم هو ميل خاطئ، لان دوت بيرفع التساؤل ان لمشكلة اكبر، وهو مين الديزايند او مين اللي صمم المصمم. خلينا نقول ليه في اعتراض كده، في يعني مشكلة في طريقة التفكير دي واضحة خالص. مفيش حاجة بتقول ان انا لازم عشان اجيب شرح لازم اشرح الشرح. بمعنى تخيلوا كده معايا ان في مجموعة من اللي بيحفروا ولقوا حفريات، وقالوا ان الحفريات دي ترجع الى تصميم بني ادمين. اوكي، فتخيل ان هو بقى لازم يشرح البني ادمين دي جت منين عشان يشرح الحفريات. لا طبعا، يعني كل إن السؤال بتاعي هو الحفريات دي جاية من طبيعة، جاية من مكونات من الريح ومن الزمن تكونت، ولا حفريات دي راجعة لبشر مثلا أو مصمم؟ فأنا لقيت إن الحفريات دي راجعة لبشر، ودي حاجة بيعملوها طول الوقت. وأحيانا بتلاقي حاجات عبارة عن أجزاء من أدوات، يعني مش حتى حاجة باينة بطريقة معقدة اللي احنا ممكن نتخيلها. ومع ذلك ما عندهمش اي مشكلة ان هم يستنتجوا بناء على الشكل والتصميم بتاعها او الباقي من التصميم بتاعها ان السبب بتاعه هو انسان. فهو مش هو كده بيطالبنا بايه؟ بيطالبنا اني لازم اشرح الانسان عشان اقبل ان انسان ورا الاداة اللي هي اتعملت دي. ده طبعا تفكير مش منطقي، ما حدش بيعمل كده، ولا ما حدش هيفسر حاجة. او ان انا لازم افسر لو انا عرفت ان الكوانتم فيزيكس ممكن تشرح الفيزياء بتاعت نيوتن، يبقى لازم افهم انا الفيزياء بتاعت كوانتم دي جت منين، وافهمها من اخرها لاولها عشان اقول ان في حاجه اسمها كوانتم فيزيكس. طبعا الكلام ده مش مقبول، لان لحد دلوقتي في نظريات مختلفه عن الكوانتم فيزيكس، لكن هم بيقولوا في كوانتم فيزيكس، في حاجه اسمها كوانتم فيزيكس. اوكي، دي اول اعتراض واضح جدا. تاني حاجه هي فكره كومبلكس. تعريف كلمه ان شيء معقد. معقد يعني ايه؟ لما احنا بنتكلم عن معقد في الأحياء مش بنتكلم عن معقد في الفكر، لأن أنا ممكن أقول إن خلية الأميبا هي معقدة، بس أنا مش بحكي على معقدة. معقدة دي كلمة يعني نسبية، بترجع إلى شرح إن كمية الأجزاء المتكونة مع بعضها قد إيه. فكل ما الحاجات بدأت يكون فيها أجزاء أكتر وسيستمز أكتر معمولة، بتبقى معقدة. اني محتاج ان انا اصمم، محتاج ان انا اصمم العين، محتاج ان انا اصمم النفس، محتاج اصمم البق والكلام، محتاج اصمم القلب، محتاج اصمم مع كل حاجة من دول اجزاء مختلفة ملهاش علاقة واضحة مع بعض، واتجمعت مع بعض في كائن وبتشتغل مع بعض. فده معنى التعقيد هنا. التعقيد هنا مش معناه هو الفكر والذكاء. يعني انا ممكن اجيب ورقة قلم، ورقة وقلم، وعلى الورقة دي اشخبط او اكتب قصة طويلة عريضة زي بتاعة شكسبير. الورقة دي مش معقد، الورقة دي والورقة دي نفس المواد، عبارة عن حبر ورق معمول من شجر. خلاص، نظريا مفيش فرق ما بينهم، هما الاتنين بنفس ليفل التعقيد. بس احنا مش بنتكلم عن ده تعقيد مختلف عن التعقيد اللي هو بيتكلم عليه. هو هنا بيتكلم على ذكاء الصانع. وفي الحقيقة ده مش معناه ان الصانع ده مكون من اجزاء، لان في الحقيقة هنتكلم عن المسيحية واليهودية، لا يؤمنوا ان الله عبارة عن اجزاء مركبة مع بعض. في الحقيقة هما بيؤمنوا ان الله معمول من مادة، اللي هي مش مادة يعني مادة ماتر، لكنه روح اللي احنا بنسميها روح او حاجة غير مادية، عبارة عن عقل مش مكون من جسد بأجزاء عشان نقول عليه معقد بالطريقة اللي احنا بنحكي عليها عن الكائنات الحية. ففي الحقيقة هتلاقي ان في صفات الله مثلا في المسيحية انه سيمبل، مش معقد. دي الفرق ما بين ان انا لما اجي العب بكلمة تعقيد. فدي حاجة.
تاني حاجة، هو أنا لما أبص على دي نفس برضو الاعتراض بتاع كلمة الصانع عايز سوري إن لازم الديزاين عايز ديزاينر. طب مين مين الصانع بتاع الديزاينر؟ طب ما أنا هرجع كده للأبد، مين الصانع بتاع الصانع، مين الصانع بتاع الصانع، مين الصانع بتاع الصانع. وأعتقد إن احنا حاليا المشكلة دي في الحجة الأولانية، وهي الحجة بتاعة الكونية. شرحناها ببساطة شديدة، هو إن ال كل شيء، احنا قلنا الآتي: كل شيء له بداية محتاج سبب. الكون له بداية، فالكون محتاج سبب. لكن بالتعريف ان الله كخالق هو مش محتاج سبب. ليه؟ لانه ملوش بداية. فاذا انا مش محتاجة افسره، مش محتاجة افسره بمين خلق الخالق، مين عمل او صنع الصانع. دي حاجة. فما ينفعش ان انا يعني الخبط اعك الدنيا في بعضها وبعد كده اقول ايه، محدش هيلاقي رد على اللي انا بقوله، كله هيسكت ومحدش هيتكلم. طيب انا اتكلمت كتير، خلينا نشوف هو النقطة التانية دي هنرد عليها في نفس الفيديو بتاع النهاردة ده، ولا احتمال نأجل. نشوف. انت فهمت؟ الله من باب اولى هو محتاج صانع اكتر من المخلوقات المعقده، فحجه الصنع دي مردود عليهم. طب حجه ده كله ليه صانع. طب الله بقى مين الصانع بتاعه اللي هو الاشد تعقيدا من كل هذه المخلوقات؟ من الصانع بتاعه؟ تاني حاجه، احنا قلنا على كتاب كن من لا شيء، وموضوع الماتر والانتي ماتر ده بتاع لورنس كراوس، وصانع الساعات الاعمى بتاع ريتشارد دوكنز. وتعالى نتكلم بقى لما انت بتيجي بقى في الاشياء اللي زي دي في الموضوع ده شديد الحساسيه حجه الصنع دي. تمام، لان هي بعد ما فشلت في اولها. تمام، واقول لك فشلت ليه. هي فشلت بسبب 3 حاجات: نظريه التطور، ونظريه البيج بانج، وفكره الخلايا الاولى. ليه بقى؟ نظريه التطور بين بمنتهى البساطه وبالعلم يعني ان الانسان عباره عن حيوان متطور. هي نقطة عليها اختلافات، ان لازم تبقى الاول موافق ان نظرية التطور بتشرح كافية انها تشرح اصل الانسان بدون صانع، وعشان تقدر توافق معي. لكن طبعا هو ما قدمش اي حجة ليه هو بيقول ان نظرية التطور كافية وما فيهاش اي مشاكل انها تشرح اصل وجود الانسان. بس خلينا نكمل. بمنتهى البساطه، وده عمل جرح نرجسي عند الابراهيميين عشان ضم جرح نرجسي عند الابراهيمي، ده تحليل نفسي طبعا لازم نثق فيه. اوكي ماشي نكمل. قصتهم بقى اللي هي بتاعت ادم وحواء، وجاب شويه طين وراح عامل فيهم كده بقى ادم، وبعدين راح شد منه ضلع عشان المونه كانت معجزه معاه. تمام، الطينه كانت قليله يعني ما جابوش نقل الطينه حلوه، كان موصي على نقل الطينه وما جاتش وكده، فشد من ادم ضلع راح عامل حواء. طبعا قصه يعني تافهه لا يصدقها الا وحتى الاطفال بيرفضوها دلوقتي. طيب هو المسيح لما مسك طينة وجبلها على عين المولود، كان بيرجع، كان بيوري للناس، كان بيعمل حاجة. هو المسيح كان ممكن يحط ايديه من غير ما يجيب طينة، والله في الحقيقة خلق كل حاجة قبل آدم بكلمة كن فيكون. يعني الله ما كانش محتاج شوية طينة ضلع أو أي حاجة. فإذا كان الله خلق كل الخلية ديت بكلمة، جه عند الإنسان عمل حاجة مختلفة. ده هنا مش معناها إن الله كان محتاج طينة. لازم الواحد هيقف هيقول ايه ده؟ طب إذا كان الله خلق كل الكون ده وكل النجوم دي وكل التعقيدات ديت، وجه عند الإنسان راح ما قالش كلمة. دي حاجة تخلي أي حد بيقرأ الكتاب المقدس بطريقة عايزة تفهم فعلا هو بيحاول يوصل لنا ايه، انه يقف ويسأل السؤال دوت. ده بدون ان الواحد يكون جايب طريقة اوريدي رافضة ان هي تشوف اي حاجة ممكن تكون صح، لان هو اوريدي اعترف ان شايف ان الكتاب ده كتاب خرافات، وبما انه ما كتبش نظرية علمية في طريقة خلق الانسان، اذا لا يمكن ان نصدق هذا الكتاب. لكن ببساطة شديدة اي حد بيقرأ هيضطر ان هو يقف ويحاول يفهم هو كاتب ال... طريقة الخلق ديت شايف ان الله كان يقدر يخلق كل شيء بكلمة.
جه عند الإنسان وراح الله تدخل بطريقة شخصية بحتة جدا، وإن هو عمله بإيديه، بطريقة طبعا احنا بنتكلم بطريقة لغوية شعرية بإيديه، لأن الله احنا لا نؤمن إن الله عمل عنده إيدين من روح، لكن هو كتاب مقدس شرحها بطريقة شخصية جدا. يعني هو بيقول ان انت كإنسان بالرغم من صغرك وتفاهتك وسط كل العالم اللي شايفه دوت حواليك، الله كان يقدر يعمله بكلمة واحدة. جه عندك انت وقف وعملك بإيديه. اوكي. المسيح بنفس الشيء، كان ممكن يقول كلمة ويشفي الأرض، بس المسيح انحنى، جاب من الانحنى وجاب بإيديه، وكأنه بيصنع العين بإيديه. ده المغزى يعني، بيرجعنا لتكوين واحد عشان يقول أنا الله. لكن هو بيقول أنا الله، بيقول أنا صنعتك بإيدي، أنا عايزك هنا صنعتك بإيدي. يعني الله هنا بيقول أنا كان ممكن أعمل لك كلمة بس بإيدي. أنت ليك قيمة متميزة عن باقي الخليقة دي كلها، كل اللي شايفها دي كلها اللي أنت بتقول واو إيه ده، حاجة مدهشة جدا، ولا حاجة، بس أنا مركز عليك أنت. ونفس الشيء مع حواء، هو مش ناقص منى ولا حاجة زي ما هشام بيقول. الله عنده لا نهاية من الريسورسز، عشان كده شايفين كون واسع بملايين الأكوان، بملايين ال الكواكب والنجوم وأحجام رهيبة جدا. الله غني، ما عندوش نقص منى، ما عندوش مشكلة في الريسورسز، عشان كده بيخلق بوسع، مش بيحاول ان هو يخلق بطريقه اقتصاديه. فبرضه اي واحد يفكر، اذا كان الله خلق كل الحاجات ديت في اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس، وجه عند اليوم السادس استخدم ضلع، بيقول له هي مساويه ليك. بيقول لي ودي فكره متطوره جدا عن الزمن اللي اتكتب فيه العهد القديم. العهد القديم ما كانوش بيشوفوا الست زي الراجل في اثناء العهد القديم. يعني فكره ان الست مساويه للراجل قدام الله ما كانتش كده. في أديان جت بعد المسيحية بتعتقد إن الست أقل من الراجل. فكون إن الكتاب بيقف ويشرح حاجات بطريقة ممكن نقول، يعني في ناس بتشوفها إنها طريقة رمزية بتمثل، حتى لو خدناها بطريقة حرفية، فهي مكتوبة بطريقة حرفية عشان تشرح لنا حاجة أكبر، وهي إن الله عايز يوصل لنا إن آدم دوت أو الإنسان بالرغم من هشاشته من تراب الأرض، إلا إنه هو حاجة قيمة على الله، لأنه تقرر إن هو يتدخل بطريقة شخصية ويصنعه، مش مجرد كلمة رماها خلاص. دي حاجة. تاني حاجة موضوع النفخة دي. النفخة دي رمز للحياة، لوجود الروح في الإنسان. فلما جه الله خلق الحيوانات بنفس النفخة دي، اوكي، مع ان فيها نفس، ليها مشاعر والكلام ده كله، بس الإنسان برضو اتدخل بطريقة أجان. احنا مش بنؤمن ان الله عنده رئة ونطلع هوا، مفيش حد في المسيحية بيؤمن كده، ولا حتى في اليهودية، ولا في أي عهد من عهد اليهودية كانوا بيؤمنوا كده، حتى من قديم الزمان. يعني اللي بيقرا الكتاب دوت فاهم كويس خالص ان هو بيتكلم بطريقة سورية. فلما يقول ان هو نفخ، هو مش بيقول ان الله عنده رئة ونفخ، هو بيقول ان الله بيشرح فكرة ان الإنسان هو خلق على صورة الله، في من الله. يعني الله مش هيخلف عيال بالطريقة حرفية، لكن لما هو بيقول أنا الخالق أب خالق، فهو بيدي الروح ديت للإنسان، ودي نفس الروح اللي بتدي الإنسان اشتياق لما هو أكبر منه، أبعد يعني براه. تدي الاشتياق للإنسان إن هو يلاقي حاجة يتواصل معاها ليها معنى أكبر من كل الحاجات اللي حواليه. ده اللي بيشفي اشتياق القلب، والاشتياق ده موجود ليه؟ لأن هو اتخلق الإنسان. دي طريقة اللي بيشرح فيها الكتاب المقدس ليه الإنسان عنده أشواق معينة، وليه الإنسان من بداية الدنيا بيحاول يعبد وبيحاول يلاقي إله، وبيحاول يقدم له حياته وبيحاول يديله ممتلكاته ويحاول يرضيه ويحاول الحاجات دي جايه منين؟ في نوع من الاشتياق اللي في القلب الإنسان، والإنسان بيحاول يملى الفراغ ده بطرق معينة.
وهي دي فكرة الروح والنفخ والكلام ده كله. اذا انا ممكن اقرا الكلام دوت واخده بطريقة سطحية واضحك عليه واقول ده الكلام دوت معمول للعيال وحتى العيال ما بيصدقوهوش، او ممكن ان انا اقراه بطريقة نقدية واحاول افهم الكاتب هنا بيحاول يوصلني ايه، زي ما كان الناس اللي في الوقت بتاعه هيفهموه، والناس اللي في الوقت اللي اتكتب فيه فهموا كويس خالص ان هما مش قصده ان الله عنده رئة ونفخ وجاب طينة والكلام ده كله. نو، هو عايز يوصل ان الله شاف الانسان بطريقة مميزة، تدخل في خلق الانسان بطريقة مميزة عشان يعمل الانسان وخلقه في شبه على صورة الله، واداله امتياز من الخليقة التانية اللي حواليه. ولما خلق المرأة خلقها على انها تكون في مستوى الرجل روحيا قدام الله. طيب شوف، يمكن شوية كمان بعد كده هكون طولت عليكم، لكن ممكن اقسم الفيديو دوت لان هو طويل شوية واكمل بعدين، بس خلينا نشوف هو هيقول ايه. تمام. وتهدم كل هذه الاديان الابراهيميه. نظريه التطور قدمت لك يعني تصور علمي اثبتته كل التجارب يعني كل التجارب الحيويه، كل ما توصلت اليه انت في البيولوجي وفي اتمنى انه يجيب لي تجربة اثبتت نظرية التطور. ماشي، نقول تجربة واحدة بس اثبتت نظرية التطور. صناعه الدواء حتى كله مبني يا صديقي، والمضادات الحيويه كلها تمام مؤيده بالاف الاحفوريات. طيب، نظرية الانتيبيوتكس مبنية على نظرية التطور. يعني انا مش عارفة برضه هو جاب الكلام ده منين، اتمنى ان هو ي- يشرح لنا ازاي الانتيبيوتكس جاية من نظرية التطور، عشان انا ما شفتش حاجة بتقول كده. طبعا مش معنى اني ما شفتش حاجة بتقول كده ان مفيش، بس يعني كان يساعد قوي ان هو يدينا انواع الدراسة عشان الواحد يعرف يقراها ويقرر اذا كان الكلام ده صح ولا غلط بنفسه. هو ان يدينا اسم التجربة او الحاجة اللي اثبتت ان الانتيبيوتكس معمولة مبنيا على آه، نظرية التطور. في الحقيقة انا متهيأليش ان الانتيبيوتكس تطور، بس ماشي خلينا نكمل. كويس. ونظريه البيج بانج، انفجار عظيم. طيب ايه اللي بيبين لك الكون نشأ ازاي؟ يعني ده حسب المتوفر لدينا من العلم الان، ممكن يظهر شيء جديد في المستقبل. والناس بقى مش بيقعدوا على البسطه زي عندنا هيثم طلعت وشيخ الازهر، ده الناس بتعمل بقى، يعني لك ان تتخيل في مؤسسه اسمها سير، تمام، في اوروبا، اللي هي عامله حاجه اسمها الهاردون كلايدر. طب انا هقف لحد هنا عشان الفيديو هيطول خالص، لكن نظرية البيج بانج ازاي اثبتت ان مفيش صانع؟ اما احنا نعتمد على نظرية البيج بانج عشان نقول ان الكون ليه بداية، وبما انه ليه بداية فهو ليه سبب، محتاج سبب، والسبب دوت لازم يكون بره طبعا الكون. وعشان السبب يكون بره الكون معناها ان السبب دوت مش مادة، معناها ان السبب دوت ذكي، معناها ان السبب دوت قوي علشان يقدر يجيب، ومعناها انه شخص يقدر يقرر ان هو في وقت ما هيعمل كون وهيخلق كون او هيكون كون او هيصنع كون. فانا معرفش ازاي هو ما اداناش تفسير واضح ازاي نظريه البيج بانج لغت التصميم. هو يمكن عشان قصد كلمه انفجار، يعني فانفجار معناها ان مفيش تصميم. لا، هو طبعا مش انفجار، مش معناها خالص ان مفيش تصميم. زي ما قلنا ان الضغط الكوني اللي احنا حكينا ليه، الارقام اللي احنا بنحكي فيها الكونستنتس بتاعت الكون دوت، او الثوابت، الارقام الثابته بتاعت الكون دوت، هي ارقام مظبوطه بدقه رهيبه جدا لدرجه ان مفيش حد بيعترض عليها تقريبا، حتى من العلماء الملحدين، وكلهم بيقولوا ان في ضبط دقيق من الكون من بداية من لحظة الانفجار بتاع البيج بانج. بس هما بيقولوا هما ما عندهمش اعتراض على كده، بس هنا اللي اللي بيفرق مين ازاي بيفسروا الضبط الدقيق دوت. هما يظبطوا الضبط الدقيق دوت بتاع من اللي هو شايفينه من لحظة البيج بانج، بان هما يقولوا يعني يفترضوا وجود عوالم كتيرة، عشان مع زيادة العوالم الكتيرة بتزيد فرصة ان يجي يكون الدنيا فيه مظبطة فتعمل حياة.
ففكرة ان هم عايزين يقولوا ان في حاجة اسمها مالتيفيرس كانت مبنية على الobservation ان في ان في ضغط دقيق جاي من بداية الكون وهم مش عارفين يشرحوه. فعشان يزودوا نسبة الاحتمال ان يكون في كون في الحاجات متظبطة فيه للحياة بالطريقة ديت، مضطرين ان هم يفترضوا اكوان almost لا نهائية عشان خاطر يجي كون من دول يكون فيه الضغط الدقيق. فالبيج بانج يعني برضو انا ملخبطه ازاي هو بيقول ان هي دليل على عدم وجود خالق، لكن ان احنا بنستخدمها في الكلام cosmological argument الحجة الكونية ان في خالق. بس ماشي، انا هقف لحد هنا ان ده فيديو طويل جدا، فانا مش هطول عليكم زيادة وهكمل باقي بعدين عشان الناس تلحق بس تهضم اللي سمعوه في الفيديو ده. وشكرا لكم ان انتوا سمعتوا، ولو في اسئلة توضيحات طالبينها او مصادر محتاجينها علشان خاطر تتعمقوا في شويه من المواضيع ديت، انا عارفه ان احنا بس زي ما بنقول بالانجليزي بن scratch the surface، ان كل الحاجات دي اللي احنا بنقولها حاجات في السطح. فقولوا لي وانا هحاول ارشدكم للمصادر اللي انا اعرفها. اسيبكم، ربنا معاكم، باي باي.